بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، بنتكلم طبعا قبل انطلاق البطولة الإفريقية ومنتخب مصر. طبعا لغط كتير جدا في الإعلاميين وكلام كتير في اختيارات فيتوريا ومين اللي المفروض يروح وجنش وبدل محمد صبحي وأحمد الشناوي مصاب، كل اللغط دون. وخط الوسط وكان المفروض ياخد عبد الله السعيد وكان المفروض ياخد كذا. خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. القائمة اتحطت والمنتخب سافر، وفي فرق بين التوقعات والأمنيات. طبعا كلنا بنتمنى الفوز لمنتخب مصر، كلنا بنتمنى ان منتخب مصر يحصل على البطولة. انا نفسي بس ان احنا ما نصنفش المباريات. مصر هتلاعب موزمبيق، مين هيكسب؟ مصر هتكسب اكيد، يعني موزمبيق بصرف النظر عن المستويات. طب الراس الاخضر، طب غانا، طب كل ده ما عندي فيه اي مشكلة. المشكلة في الادوار فيما بعد. طبعا في فرق زي غانا، زي تونس، زي المغرب، زي الجزائر، زي نيجيريا، زي الكوتوفوار، زي الكاميرون. هي دي الفرق اللي انت ممكن تتكلم عنها وتقول ان احنا فين من المستويات بتاعة الفرق دي. لكن ان انا الاعب موزمبيق ولاعب الراس الاخضر ولاعب الفرق اللي احنا قابلناها في تصفيات كاس العالم ونتكلم عن مستوى فريقنا. اولا منتخب مصر كأفراد من أقوى المنتخبات الحالية. أنت عندك محمد صلاح، عندك تريزيجيه، عندك مصطفى محمد، خط هجوم ولا أحلى. عندك خط الوسط فيه اختيارات كتير جدا. لو لعبت بنني 6 وشماله إمام عاشور وزيزو على أساس تكون خطة هجومية بحتة، والأربعة مدافعين محفوظين، يعني محمد هاني، عبد المنعم، وجنبيه حجازي. في الشمال المفروض محمد حمدي، ممكن يدفع بفتوح. ففي خيارات. عندك في خط الوسط في مروان عطية، عندك في اختيارات كتير جدا جدا. عندك حمدي فتحي. فهم دول مش هيطلع عنهم التشكيل سواء في المباراة الأولى أو الثانية أو الثالثة. طب إيه الخطة؟ 4-2-3-1، 4-3-3. عارفين كلنا ان فيتوريا واي مدرب برتغالي بيفضل 4-3-3، 4-1، 4-1، 3-5. كل الخطط، كل ده كلام على الورق. طب ايه الجديد؟ ايه اللي ممكن نقوله في الشغل في الكورة؟ ايه اللي ممكن نقوله مختلف عن كل المحللين وكل الناس اللي بتسمع؟ المختلف هو الفكر، فكر المدرب، فكر المدير الفني. ازاي ان انا انزل المباراة افرض شخصيتي، شخصية منتخب مصر على اي منتخب. ازاي اشوف تحركات خط الدفاع واقفين صح، ازاي الثلاثة بتوع خط الوسط واقفين صح بيتحركوا صح، ازاي ببدأ الهجمة، ازاي ابني الهجمة، ازاي انهي الهجمة. اي مدرب في العالم تقدر تقيس مدى وعيه ومدى فكره التكتيكي ومدى إذا كان مدرب دفاعي أو مدرب هجومي من الثلاث نقاط دول: بداية الهجمة، التحضير للهجمة، إنهاء الهجمة، أو بنقول بناء الهجمة وإنهاء الهجمة. لازم يكون لمنتخب مصر شخصية. تحرك محمد صلاح، هل هو على الأجناب؟ هل محمد صلاح بيدخل في العمق ويفتح طريق لمصطفى محمد؟ هل تريزيجيه تحركاته وتفاهمه مع الباك الشمال؟ هل في جمل متفق عليها؟ هل في جمل تكتيكية في الكرات الثابتة سواء الكورنر أو أي ضربات ثابتة؟ هنا نقدر نحكم على المدرب ومدى استيعاب اللاعبين لفكر المدرب. في كل مباراة بنلاقي يعني
تحس ان بصمة المدرب في وادي، واللي بينفذوا اللاعبين بامكانياتهم في وادي تاني. وهو ده اللي بيفرق جوارديولا عن اي مدرب كرة قدم. جوارديولا بتنزل من وانت مغمض، ال11 لعيب لو هم اللي لعبوا او 11 تانيين هم اللي لعبوا، ولكن بصمة المدرب والتكتيك والفكر، تحرك اللاعبين، الاستلام والتسلم، تحرك بين الخطوط، بناء الهجمة، ازاي بوصل بالكورة لمنطقة جزاء الخصم او الصندوق واقدر اجيب هدف. ومن هنا لازم نحكم على فيتوريا ونحكم على منتخب مصر، ان لازم يكون لمنتخب مصر شخصية قوية، افرض سيطرتي على الملعب. الأجنحة، الباك الشمال الباك اليمين والباك الشمال عندهم جمل بينفذوها، عندهم تعليمات بينفذوها. خط الوسط، التحرك، مين رقم 6، مين رقم 8، مين رقم 10. خط الهجوم، انت في كل الأحيان لازم تهاجم على الأقل ب6 أو 7 لعيبة، وفي الدفاع لازم تدافع ب6 أو 7 لعيبة. وبالتالي هنا بتحس بفكر المدرب. أنا لما لعب موزمبيق أنا عيني على تونس، عيني على الجزائر، عيني على المغرب، عيني على كوت ديفوار، الفرق اللي ممكن تعمل معايا مشكلة. وبالتالي أولا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر، دي أمنيات وتوقعات. هل منتخب مصر هياخد البطولة؟ نقدر نقول 5-5، 50-50، ولكن بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. طبعا إن شاء الله الفوز على موزمبيق، الفوز على الراس الأخضر. يا سيدي في مباراة غانا العب على التعادل، تلعب على الفوز عشان تتعادل، مفيش أي مشكلة. دور المجموعات ودور المجموعات لا يهمني، أنا ببص للأدوار النهائية، في الدور 8، الدور 4 في النهائي. كل الشكر، كل التمنيات لمنتخب مصر. مين هيكون النجم؟ بتمنى إن النجم يكون شخصية المدرب فيتوريا وبصمة للمدرب فيتوريا، علشان لو ما أخدناش البطولة نقول لا احنا عندنا فريق قوي. مش ان احنا نوصل نهائيات كاس العالم، لا، ان احنا نقدر نعمل حاجة في كاس العالم، لان كاس العالم محسوم، سواء بفيتوريا سواء بأيمن عبد العزيز هنوصل كاس العالم، لان الفرق اللي قصادنا حدث ولا حرج يعني. كل التمنيات لمتابعي كبسولة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.